السلام عليكم ورحمة الله. عايزني أتعلم منك. عايزني أتعلم. باشمهندسين، عايزني الصوت أتعلم. واضح والصورة واضحة لحضراتكم. واضح، ايوه. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ تمام، انا برحب بيكم طبعا في المحاضرة الرمضانية الثانية. ان شاء الله هنتكلم المرة دي عن جزء يتعلق بالطاقة الشمسية او تطبيق يعني من تطبيقات الطاقة الشمسية، وهو الخلايا الشمسية. هنتكلم على جزء الشواحن بتاعتها او الريجوليتور كنترولر تشارجرز الخاصة بالبطاريات. طبعا يا جماعة، زي ما انتم عارفين الطاقة الشمسية هي ليها تطبيقات عديدة، يعني مش هي بس قاصرة على البي في، ولا حتى البي في هو التطبيق الوحيد للطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء. لا، احنا عندنا يعني تطبيقات الطاقة الشمسية متعددة وكثيرة جدا. منها تطبيقات حرارية زي السخانات الشمسية، وحتى إنتاج الكهرباء في محطات الكهرباء مش بيبقى بس من البي في، لا كمان بنستخدم الثيرمال افكت او التأثير الحراري للطاقة الشمسية في توليد البخار السوبر هيت ونولد منه الكهرباء. لكن احنا المرة دي هنتكلم على الجزء الخاص بالبي في او الشواحن او التشارجر كنترولر، يعني الخاصة بالبي في، ونشوف الأنظمة دي بتشتغل ازاي. بداية كده يا جماعة، اللي ما يعني ما مش قوي قوي بأنظمة الطاقة الشمسية، احنا عندنا الطاقة الشمسية بالنسبة لي موضوع الخلايا بتنقسم إلى ثلاث أنماط رئيسية. طبعا هو الشائع عند الناس ان هو بيقول لك هم نمطين، ان هو حاجه اسمها اون جريد والاوف جريد. لا، هو الصح ان هم ثلاثه: اون جريد واوف جريد وهايبريد. ده بيبقى ميكس ما بين الايه، ميكس ما بين الاثنين، عن طريق استخدام الهايبريد انفرتر. بيتيح لك فرصه ان انت تبدل ما بين كذا سبلاي او ما بين كذا تاسك يعني. فاول نظام عندنا هو نظام الاون جريد سيستم، وده معناه ان مفيش بطاريات، حضرتك ما بتخزنش الكهرباء اللي بتتولد من الخلايا الشمسيه. بيبقى النظام معتمد على توليد الكهرباء من الخلايا الشمسيه، ثم بيدخلها على انفرتر بشكل مباشر، وبعد كده يدخلها للمستهلكين. وممكن في حاله الاون جريد سيستم تعمل حاجه اسمها تو واي ميترز، بيبقى بيقيس لك الاستهلاك في الاتجاهين. ممكن تعمل زي نظام مقصة كده مع الشبكة الموحدة، سواء انك تغذي مجموعة احمال. طب الخلايا بتاعتك لو انت مثلا خلاياك دي عددها كبير، مثلا مصنع او حاجة، او ان حضرتك تعمل ايه، توفر من ثمن الفاتورة في مقابل الوقت اللي انت استخدمته من الطاقة الشمسية بتاعتك. فده اول نمط اللي هو الاون جريد سيستم. والاون جريد سيستم ده ما فيهوش بطاريات. يعني الميزه الكبرى او يعني الحاجه اللي بتفرق ما بين الاون جريد والاوف جريد هو ان الاون جريد ما فيهوش بطاريات، فبالتالي مش هتلاقي فيه تشارجرز او مش هتلاقي فيه ريجوليتورز لعمليه الشحن. هو مجرد انفرتر بيخش مباشره على الايه، على الحمل. وده نموذج تاني برضو ل الاون جريد سيستم. زي ما حضرتك شايف، اتفقنا ان هو ما بيبقاش معتمد على وجود بطاريات او تخزين الايه، او تخزين الكهرباء في الايه، في البطاريات. طيب النوع ده اللي احنا هنتكلم عليه او هنبتدي نستقي منه موضوع الشارجر كنترولر هو الاوف جريد سيستم. واول ما تسمع كلمه اوف جريد سيستم يبقى باي ديفولت كده انا عندي مجموعه بطاريات، ببتدي اخزن فيهم الكهرباء، ثم بعد كده تدخلهم على انفرتر يحول لك من الدي سي للاي سي، وتبتدي ان حضرتك تدخلها للمستهلكين. ممكن زي ما قلنا كده على حسب نوع الانفرتر اللي عندك. لو هو هايبرد انفرتر فانت ممكن تدخل معاه سبلاي تاني مثلا زي الجنريتور، فيقدر ان هو يبدل ما بينه وما بين البطاريات. بل في الهايبرد انفرتر ممكن ادخل معاه كمان حتى شبكه موحده، او يعني شبكه التوزيع تخش معايا في الهايبرد ايه، الهايبرد انفرتر، وابتدي برضو ان انا ايه، انغم ما بينهم. يعني هنا ده نموذج الهايبر انفرتر برضو، اللي هو السولار مع البطاريات مع اللود مع الشبكة الموحدة. هو كان في مرة مدخله مع الجنريتور، وفي مرة دخلناه مع الايه، مع الشبكة الموحدة. وممكن حضرتك تستخدم يعني تفصل الجزء بتاع الشبكة ويبقى بس قاصر على ايه، على البطاريات والخلية والحمل بتاعك بشكل ايه، بشكل مباشر.
اذا في نمط الهايبريد او في نمط الاوف جريد اقدر ان انا استخدم البطاريات، فبالتالي لابد ان يوجد عندي ما يسمى بالايه، بالكنترولر تشارجر او الكنترولر ريجوليتور تشارجر، منظم عمليه الايه، منظم عمليه الشحن. وده ليه وظيفه مهمه جدا جدا عشان يحافظ لك على استمراريه تخزين الحمل، ويحافظ لك برضو على ايه، على العمر الافتراضي للبطاريات. اي مشكله بتحصل في التشارجر كنترولر يا جماعه بتاثر بشكل مباشر على البطاريات، والبطاريات دي تعتبر اغلى جزء في المنظومه الشمسيه في الاوف جريد، بيبقى ثمنها غالي يعني، فعشان كده خسارتها بتبقى خساره ايه، خساره كبيره يعني. طيب تعالوا بقى كده نتكلم على التشارجر كنترولر ونشوف ايه هو وظيفته الاساسيه. يعني المفترض ان انا لما بركب تشارجر كنترولر وظيفته الاساسيه بتكون ايه؟ هل وظيفته الاساسيه ان هو فقط بيشحن البطاريه، يعني هو مجرد كانه هو بطاريه بتشحن بطاريه وخلاص على كده، ولا وظيفته ايه؟ فنقول ان الوظيفه الاساسيه بتاعته هو تنظيم عمليه الشحن للبطاريه، والتاكد من ان البطاريه اتشحنت بشكل سليم. يعني ايه؟ ما حصلهاش اوفر تشارجنج او حصل لها ايه، شحن جزئي. يعني لا انا شحنت البطاريه زياده عن اللزوم، ولا انا ايه، شحنت البطاريه اقل من المطلوب بتاعها. كمان التشارج كنترول بيتولى عمليه تنغيم او التبديل ما بين تيار الشحن وتيار التفريغ اللي بيروح للحمل. وده هنشوفه لما نشوف انواع الكنترولر، نتعرف على فكره الفلوتينج او ازاي ان هو بيشحن بطريقه اللي هي الشحن العائم، يعني اللي هو ما يبقاش مثلا التيار ماشي في اتجاه واحد، لا بيدي بلس مثلا في البطاريه وبلس اخرى للحمل بتاعه. طيب كمان قلنا ان الكنترولرز يا جماعه لا تذكر الا مع الاوف جريد سيستم او الهايبريد سيستم في حاله وجود بطاريات. يبقى اذا دايما الكنترولر تشارجر او الكنترولر ريجوليتور لا يذكر او لا يتم تصنيفه الا في حاله استخدام مين، استخدام الاوف جريد سيستم او هايبريد سيستم فيها بطاريات. هايبريد سيستم وفيها ايه، فيها بطاريات. يعني ممكن تستخدم هايبريد سيستم بس من غير بطاريات زي ما قلنا، انك تبدل ما بين كذا سورس يعني. طيب خلي بالك بقى لما نيجي نتكلم في موضوع البطاريات ده فلازم نقف وقفة كده. يعني هو النهارده مش هنتكلم عن البطاريات باستفاضة، ولكن يعني ايه، هننوه عن فكرة او طبيعة ونوع البطارية اللي بيستخدم في الخلايا الشمسية. البطاريات دي يا جماعه ما تبقاش البطاريات العاديه بتاعت العربيه بتاعتنا اللي هي بنسميها الستارتنج باتري، لا دي بقى اسمها حاجه اسمها هيفي او ديب ديسيتشارج باتري. ديب ديسيتشارج باتري، بطاريات التفريغ العميق. ودي بتختلف عن بطاريات الستارتنج، ان انت بيكون عندك القدره انك تفرغ جزء من شحنتها بيوصل لحد 60%، والبطارية عندك ما تبصش، بل بالعكس ممكن انها ايه، تبني عليها وترجع تعمل لها شحن مرة اخرى. وده نتيجة ان هم عدلوا في تصميم البليتس او الاقطاب الخاصة بالبطارية، فبقت تستحمل عملية ايه، تفريغ بشكل اكبر من الستارتنج باتري. مثلا اللي هي زي بطارية العربية اللي هي كانت بتفرغ لك بس مجرد 5% من شحنتها، ولازم تعمل لها اعادة شحن عشان تقدر تدخل معاك في الخدمة مرة تانية. يبقى نوع البطاريات اللي بيستخدم في تطبيقات الطاقة الشمسية، وهو على فكرة نفس نوع البطاريات حتى اللي بيستخدم في العربيات الكهرباء. يعني العربيات الكهرباء برضو البطاريات بتاعتها مش بطاريات عادية زي العربيات العادية، لا برضو بطاريات ديب ديسيتشارج باتري، بطاريات تفريغ الايه، التفريغ العميق. طيب الكنترول يا جماعة في السوق عادة بتبقى 12 فولت او 24 فولت. زمان كان في كنترولرز 48 فولت، ولكن ما بقتش متواجدة دلوقتي. فالكنترولرز اللي موجودة في السوق عندنا بتبقى 12 فولت او 24 فولت، ودي بتدي لك يعني لحد 30 امبير، سواء انت هتغذي بيها احمال دي سي او كنت هتغذي بيها احمال الاي سي. فلو انت هتغذي احمال دي سي واحمال كرفانات مثلا، وفي حاجه اسمها ريكريشنال فيكلز اللي هي بتبقى عارفين انتوا المنازل المتنقله، يعني منزل كده، مش عربيه مش كرفان، لا منزل متنقل، منزل وفيه مثلا غرفه نوم ومطبخ صغير وحمام والى اخره.
دي برضو بيستخدم فيها الكنترولر او لشحن البطاريات اللي بتبقى مسؤوله عن الايه، عن المباني الصغيره دي او الكرفانات الصغيره. فكل ده بنتكلم من 12 فولت لحد 24 فولت، والامبير بتاعها اقصى حاجه 30 امبير. طب في حالة بقى المشاريع أو الأحمال الكبيرة، فبنجد إن إحنا نوصل ل 60 أمبير، وبيبقى ساعتها الكنترولر بتاعنا حاجة اسمها ام بي بي تي، هنتكلم عنه دلوقتي قدام. ده بيبقى أفضل كنترولر في هذه الحالة، في حالة المباني الكبرى أو الأحمال الكبيرة اللي بتعدي ال 60 أمبير أو توصل لل 60 أمبير، فيفضل إنك تستخدم الام بي بي تي. في الجزء الاولاني ده انت ممكن تستخدم عادي تكنولوجيا البالسز او تكنولوجيا الحقن بالبالس. ده هيبقى برضو ايه يعني افكتيف بالنسبه لك. لو وصلنا لل 60 امبير لا، يبقى انت محتاج تعلى للتكنولوجي التانية اللي هي الام بي تي، وهنشوف الفرق ما بين كل واحده فيهم على حده دلوقتي. طيب اخلي بالي بقى ازاي انا بصنف او بختار الشاحن بتاعي. الشاحن بتاع البطارية يا جماعة لما بيجي بتختاره طبقا للماكسيموم امبير او الماكسيموم كارنت اللي هيمر في المنظومة بتاعته. وخلي بالك من الحتة دي عشان دي مهمة جدا. يعني احنا مثلا لما يكون عندنا مشروع، والمشروع ده سي مثلا فيه 5 موديول، وكل مديول مثلا بيبقى جاي لك في الداتا شيت بتاعته الاي ماكسيموم بتاعه، فانا افترض ان هو 10 امبير مثلا. فلو انا عندي 5 مديولات، والخمسه دول متوصلين مع بعض باراليل، خلي بالك بقى عشان الحته دي في ناس كتير قوي تقع فيها. انا عندي 5 مديولات اهم، حسبت مشروعك ولقيت ان انت عندك 5 مديولات شمسيه هيبتدوا يغذوا المشروع بتاعك، وال5 مديولات دول كل واحد الاي ماكسيموم بتاعه اللي جاي لك في الداتا شيت عباره عن 10 امبير. لو هما متوصلين بارلل، يبقى معنى كده ان التيارات دي هتتجزأ وتتجمع مع بعض. يبقى معنى كده ايه اللي هيحصل؟ هيبقى عندك كده تقول 5 في 10 يبقى 50 امبير، وبعد كده تضربهم في سيفتي فاكتور بيبقى 1.25%، تجيب قيمة الانفيرت، تجيب قيمة اسف الكنترولر او الشاحن اللي انت هتشتغل عليه. طب افرض بقى الموديولات متوصلة سيريز، هما 5 متوصلين سيريز، بس ستيل اللي هيمر انهي تيار؟ اللي هو التيار ال10 امبير بس، مش هتمر ال50، لان هم متوصلين ايه؟ سيريز مع بعض. يبقى في الحاله دي هيبقى الاي ماكسيمم بتاعك هو نفسه الاي ماكسيمم بتاع ايه؟ بتاع الموديول الواحد، وبرضه تضربه في 1.4، وتجيب الانفرتر، تجيب الكنترولر بتاعك على هذا الايه؟ على هذا الريتنج الجديد. طيب تعالوا بقى نشوف التشارجر كنترولر انواعهم ايه، عشان في ناس كتير مش فاهمه التصنيف بتاع الانواع. هم عارفين الانواع المشهوره البي دبليو ام والام بي تي، لا احنا هنا طبعا بنتكلم على انواع الكنترولر من حيث التصميم الكهربي ومن حيث الاداء. وعلى فكره الاربعه بيسلموا لبعض، يعني الاربع انواع اللي جايين دول بيسلموا لبعض، مفيش واحد فيهم بيغرد خارج السرب او ماشي على نمط مختلف عن التاني. فاول نمط عندنا من الشارجر كنترولرز هو الشانت ريجليتور او الشانت كنترول ريجليتور كنترول للبطاريه بتاعتي. تاني نمط عندنا حاجه اسمها السيريز ريجليتور. تالت نمط حاجه اسمها البي دبليو ام ريجليتور. رابع نمط عندنا هو الام بي بي تي الشارجر كنترولر ريجليتور، وده يعتبر ايه الافضل والاعلى كفاءه فيهم. طب تعالوا بقى نشوف كل واحد فيهم كده على حده، ونستمتع بميكانيزم التشغيل لكل ايه، لكل شاحن من هذه الشواحن. اول نمط عندنا وهو الشانت ريجليتور. كلمه شانت يا جماعه يعني بارل، يبقى كلمه شانت معناها ايه؟ بارل، يعني حاجه بتتوصل توازي يعني. طيب وعادة طريقة التوصيل دي منسبة لوضعية توصيله بالنسبة للبي في أو بالنسبة للخلية الشمسية. فلما يقول لك شانت ريجليتور، يبقى معنى كده إن الدايرة بتاعته متوصلة إيه؟ بارلل مع مجموعة الخلايا الشمسية بتاعتي. طيب في بقى ملحوظة، نبص كده بس على الرسمة. بيبقى عندنا يا جماعة عند الخلية الشمسية من ضمن يعني البروتكشنز اللي عليها حاجه اسمها بلوكينج دايد. ايه البلوكينج دايد ده يا جماعه؟ البلوكينج دايد ده عباره عن حاجه عامله زي التشيك فالف كده عند الناس بتوع ميكانيكا يعني. هو بيقول لسيادتك ايه؟ طول ما الشمس طالعه، فهنا في فرق جهد بيتكون على اطراف مين؟ على اطراف الخليه، وبعد كده الخليه تغذي البطاريه بتاعتك.
طيب لو فترة الليل المفترض ان خلاص كده انقطع الجهد من على اطراف مين الخليه، فاصبح الجهد الوحيد اللي موجود في الدايره هو مين؟ هو جهد البطاريه. فلو ترك هذا المسار بالمنظر ده كده، لو ترك هذا المسار بالمنظر ده، ايه اللي هيحصل؟ هيتحصل تفريغ من البطاريه في الخليه الشمسيه بتاعتي. طب ايه إيه الخوف من التفريغ ده؟ الخوف ان الخلايا الشمسيه يا جماعه في تركيبها هي بي ان جانكشن، يعني عامله زي الدايود. فلما انت تيجي تعمل فيها تفريغ عكسي، فانت بتزود قيمه الديبليشن ريجون، او بتعمل حاجه اسمها ريفرس